السلام عليكم. عود الفخوري النشامة ما منهم سلامة. عود الفخوري امبارح أول مباراة مع بيراميدز، الراجل لعب 8 دقايق في أدغال غانا. الراجل سجل هدف الأولاني. احنا بالعمر عندنا في الأهلي بقاله 8 سنين مش عارفين نشوفه بيلعب، ولسه راجل بيجرب فيه باك شمال وجناح شمال وبيجرب فيه نص ملعب. اخواتنا وحبايبنا، قبل ما نكمل اخبارنا النهارده ادعمونا بلايك لو سمحتوا يا جماعه. التفاعل مع الفيديوهات ضعيف جدا، ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. امبارح كان بيراميدز بيلعب في ادغال غانا، واللاعب الجديد الفخوري عود الفخوري اول مشاركه ليه بعد تاني ماتش. المباراه الاولى ما لعبش، تاني مباراه لعب النهارده اخد 8 دقايق. واللاعب الكبير بيظهر من اول لمسه. اللاعب الكبير مش محتاج وقت للتأقلم، اللاعب الكبير اللي عنده امكانيات بتظهر من اول لمسه للراجل نزل. اول حاجه طق طق الهدف الاول، وما شاء الله شوطه صاروخ، الحارس ما شافهاش. فيا ريت بس نتعلم لما نشوف كل لاعب عنده امكانيات كبيره نعرف ان هو هيبان معانا من اول لمسه. عودة الفخوري مستقبل النشامه، مستقبل كبير للكره الاردنيه، مستقبل كبير لمنتخب الاردن. وعوده هيكون اضافه كبيره جدا لنادي بيراميدز. بعد كده هنروح على حامد حمداني اللي كان برضه قعد ماتشين ثلاثه ولعب امبارح اساسي مع بيراميدز. وشفنا حامد حمدان والتألق الكبير، لان كلنا عارفين ان الملاعب الافريقيه او اغلبيه الملاعب الافريقيه بالذات في غانا الملاعب مش احسن حاجه. بس اللاعب الكبير اللي عنده امكانيات بيبان وبيظهر، مش محتاج الوقت ده كله. احنا بالعمر عندنا قرب الراجل التعاقد بتاعنا معاه يخلص ولسه بالعمري ما شفناهوش. ولسه بيقول لك المدرب اصل بيجربوا في نص الملعب، اصل بيجربوا ما اعرفش فين، اصل بيجربوا ما اعرفش فين. كلام كله فاضي وحجج واعذار ملهاش اي 30 لازمه. تريزيجيه للاسف تريزيجيه هيغيب من اسبوع ل 10 ايام. الراجل عنده شد، وكلنا عارفين ان كان تريزيجيه هيتصاب وتريزيجيه اتصاب. لا الاداره الفنيه عندنا كانت واخده بالها، ولا الجهاز الفني كان واخد باله، ولا الجهاز الطبي كان واخد باله. الناس نايمه في العسل، الفرقه في كيرف نازل بطريقه مهينه ومذله، ومحدش في الفرقه صاحي ومحدش في الفرقه واخد باله. امام عاشور اتبلغ من كابتن وليد سليمان انه يرجع التدريبات بعد يومين الاجازه اللي اخدهم عشان يروح يعمل عمره في السعوديه. تقبل الله يا عم الشيخ امام، تقبل الله يا سيدي، ان شاء الله رب تيجي بنتيجه. وامام هيرجع التدريبات، مش هيلعب مباراه الاسماعيلي اللي هتكون يوم الاربع، بس ان شاء الله يكون في وقت انه يلعب مباراه الجيش الملكي اللي هتكون يوم الجمعه. هنلاعب الاسماعيلي يوم الاربع، والاسماعيلي بيدربوا طارق العشري. اظن احنا فهمنا كده، يعني اتوبيسات واقفه قدام الجول. اللعيبه بالناشئين بكل من هو في الاسماعيليه هيقف بطريقه عطار العشر الدفاعيه. يا ريت من دلوقتي الجهاز الفني، لان الواحد بدا يعني يفقد الامل في الجهاز الفني بصراحه. كابتن عادل مصطفى، كابتن وليد سليمان، احنا كنا متعشمين فيكم اكتر من كده كتير. يعني كنا متعشمين فيكم اكتر من كده كتير. فامام اتبلغ انه ان شاء الله هيكون في وقت انه يشارك في مباراه الجيش الملكي يوم الجمعه، بس مش هيفرق مباراه الاسماعيلي. تريزيجيه هيغيب بالاسماعيلي والجيش الملكي، ويا عالم يلحق مباراه الجونه ولا لا. برضه نفس الموضوع ونفس السيستم، اللي هو زيزو برضه مش هيلحق الاسماعيلي ومش هيلحق الجيش الملكي ومش هيلحق الجونه. كباكا مرضيش يرجع النادي الاهلي عشان الراجل عايز يشارك باستمرار وخايف يجي عندنا وما يشاركش، والقيد قفل فعليا امبارح الساعه 12 بالليل. اشرف داري برضه مشكلته ما اتحلتش، واشرف داري احنا كلنا معاه في موضوع 2 مليون دولار الراجل هياخدهم كاش لو ما توصلوش لحل. الراجل اترفع اسمه من القايمه، وبالتالي هو يحق له ياخد ال 2 مليون دولار، ودي حقيقه باينه للعلن مش محتاجه يعني ان احنا نطبطب ونداري. كهربا راح انبي، كهربا امبارح الصبح كان في الاتحاد، بعد الظهر كان في غزل المحله، بالليل الحمد لله رسى على انبي وربنا يوفقه يا رب. عبد الرحمن رشدان كمان مدافع النادي الاهلي اللي فسخ عقده بالتراضي مع النادي الاهلي راح لفاركو مجانا. احمد رضا بوبو اللي كان في بيراميدز اللي كانت الضجه عليه والاهلي كان عايزه وكان مفاوض وكان نفسنا وكان راح بيراميدز، ما لعبش مع بيراميدز، ما كانش فيه توفيق وراح بيع لنادي سيراميكا كليوباترا. رساله للجهاز الفني والجهاز الاداري عندنا ناس لعبت بطوله افريقيا، افريقيا، الناس عندها ارهاق، الناس تعبانه. عندنا حسين الشحات، عندنا بن شرقي، عندنا محمد شكري، عندنا كريم فؤاد، عندنا عمر سيد معوض، عندنا الجزار، عندنا ابراهيم عادل الناشئين، عندنا هادي رياض. يا جماعه دخلوا الناس تلعب، الفرقه وقعت.
يا جماعه الناس دي اللي بتكلم عنها دي ما لعبتش افريقيا وما عندهمش اجهاد ومش تعبانين وبياخدوا فلوس وبياخدوا مرتبات وبيننا وبينهم تعاقد، فلو سمحتوا لو تكرمتوا علينا عشان حرق دمنا دخلوهم مع الفرقه يلعبوا مباراه الاسماعيلي، يلعبوا مباراه الجيش الملكي بان احنا كده كده صعدنا، ويلعبوا مباراه الجونه عقبال الناس ما تكون رجعت يكون عندي سكواد يكون عندي تدوير. ودوروا يا جماعه انتوا لو مركزين من اول الموسم كان زمان في تدوير وكان الناس دي ما قعدتش بالشكل ده، لان دي لعيبه انا دافع فيها فلوس. يعني انا جايب بالعمري وعندي حسين الشحات وعندي بن شرقي وعندي عمر سيد معاه، الزمالك بيلعب بالناشئين. ما تدخل يا عم 3 ناشئين يفكوا الازمه دي. عندي ازمه في الاجنحه، ما تدخل يا عم عمر سيد معاه، ده ما كنتش بعت محمد عبد الله. مش فكره هي موضوع التدوير في مركز حراسه المرمى ده مرفوض نهائيا. شوبير يلعب شوبير يلعب وياخد اساسي، شوبير يلعب ويفضل اساسي. ما تجننوناش معاكم، مش طريقه هي اللي انتوا بتعملوها فينا دي. اخر حاجه معانا النهارده الزمالك خسر امبارح ومن زيسكو، والمصري خسر من كايزر تشيف. المباراه الاخيره في دور المجموعات بالنسبه للكونفدراليه والزمالك، كايزر تشيفز قدام الزمالك هيكون هنا في مصر، وزيسكو قدام المصري هيكون هنا برضو في مصر. ولازم الزمالك يفوز على كايزر، لان المصري لو فاز على زيسكو وده يعني الطبيعي واللي هيحصل، زيسكو دي فرقه ضعيفه مركز شباب، فالزمالك هيخرج من الكونفدراليه. ده كان ملخص اللي حصل امبارح واول امبارح في الكرة على مدار اليومين اللي فاتوا. اخواتنا وحبايبنا لو تكرمتوا ادعمونا بلايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.